ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ النهارده هوريكم طريقة صحية لتطويل الأظافر في أقل وقت ممكن قبل العيد. وده كان شكل ضوافري قبل. وأول حاجة في الروتين العناية بالأظافر إن لازم نشيل الجلد الميت، فبحط مية سخنة هي بعد كده بقت دافية تمام. بعد كده بحط عليها ليمونة، انتوا بتحطوا المية اللي تقدروا ايديكوا هتستحملها تمام، أو لو دافية أو لو سخنة شوية. بعد كده بحط لها شاور جل او غسول وبخليه يعمل رغوة كده، وبحط ايدي فيه بتلاقي كل الجلد الميت باش كده وبقى طري جدا. فبنبتدي نزقه بالادوات اللي قدامكم، اي اداة عندكم زقوا بيها عادي جدا. خلاص زقيناه، ممكن تسيبوه وممكن تشيلوه لو مش هتعرفوا، بس انا بشيله علشان بالشكل بيبقى احلى بكتير لما بنشيله. فانا بشيله بالاداة دي بطريقة سهلة جدا زي ما انتوا شايفين، وبشيل باتجاه الجلد علشان معورش ضفري. وهشيل بيها كمان باقي الجلد، وممكن تستخدموا دي لو عندكم، هي دي اصلا مستخدمة للجلد الميت بتاع الرجل، بس ممكن تستخدموها عادي للايد لو انتوا ما عندكوش الاداة التانية. بس انا بستخدم الاداة دي وبحسها احلى بكتير وسريعة، وشلت بيها الجلد الميت كله. ده شكل الصباع بعد ما زقينا الجلد اللي حوالين الصابع، وده شكله بعد ما شلناه. طبعا اكيد باين الفرق. الخطوة اللي بعد كده ان احنا هنساوي ضفيرنا بالقصافة ونخليه كله نفس الطول. والخطوة اللي بعد كده وهي المبرد، نبرد ضفيرنا كويس جدا بعد ما قصيناه، وكمان هنبرد حوالين الجلد. ممكن تبردوا من مبرد الخشب اللي انا حاطاه او بالحديد عادي جدا. انا بعمل بالاتنين بيبقوا حلوين قوي. وطبعا تبردوا في اتجاه واحد علشان ضفيركم ما يتكسرش ويبقى اقوى. بصوا بجد الخطوة دي مهمة جدا وبتفرق كتير قوي. طبعا المية اللي احنا حطينا فيها ايدينا وكده وفيها ليمون بتنضف جدا، بس الخطوة دي بتنضف اكتر اللي هي الفرشة دي اللي ممكن تكون عندنا كلنا، ولو مش عندكم عادي بتتباع في كل حتة حرفيا. طيب بحط عليها معجون اسنان وببتدي افرك في الضافر بالشكل ده كده، بينضف جدا جدا الضوافر الخطوة دي. وكمان من تحت بيخلي لو انتي ضوافرك طويلة بتخلي ضوافرك بيضة ونضيفة وكمان قوية وبيقوي جدا. الخطوة دي مهمة جدا جدا. هنعمل دلوقتي حبة زيوت مع بعض بتطول جدا الأظافر وبتقويها. أول حاجة بنستخدم فيتامين ه اللي هو فيتامين اي، هو بيبقى كبسولات كده. طبعا فوائد فيتامين اي كتيرة جدا للأظافر وكمان للشعر. بصوا فيتامين اي مفيد لكل حاجة حرفيا. انا استخدمت فيتامين اي اللي هو تركيز 400، فهاخد كبسولتين استخدمهم يعني. لكن لو انتوا جبتوا اللي هو تركيز 800 او 1000 هتستخدموا كبسولة واحدة بس. وانتوا بقى بتبتدوا تفتحوه وتفضوه في الحاجة اللي هتحط فيها الخليط بتاعكم. وهنحط حبة زيوت على الفيتامين أو الزيت، هو زيت اللوز الحلو. اللوز الحلو بيساعد في نمو الأظافر وتقويتها. وبرده بنحط زيت جوز هند، بس هو كان متجمد بالشكل ده فحطيت منه حبة بالمعلقة، وبنخلطهم في بعض كويس جدا. وكده الخليط بيكون جاهز. وبنحط الخليط ده كل يوم على ضوافرنا قبل ما ننام. وبعد ما الفيتامين والزيوت ينشفوا شوية بنبتدي نحط مرطب، وبنحط الكريم حوالين ضوافرنا. مفيش مانع بقى ان احنا كمان نرطب ايدينا بالمرة. وده بيكون شكل الضوافر بعد الروتين. طبعا ضوافر بتبقى صحية ونضيفة كده وشكلها كيوت. طبعا بتحطوا الخليط ده كل يوم، بس الخطوات التانية وكده واللي هي المية والحاجات دي يوم ويوم. يعني تعملوها مثلا يوم الأحد، مش هتعملوها يوم الاثنين، وهتعملوها يوم التلات. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، واستنوا باقي فيديوهات سلسلة العيد. وبحبكم جدا، باي باي.